يوم مصري بامتياز. الكرة المصرية تشرف نفسها في الإمارات. مباراة الأهلي والسيراميكا كانت مباراة فيها ندية وممتعة. ومباراة بيراميدز والزمالك، الزمالك في ثوبه الجديد مع أحمد عبد الرؤوف مدرب محترم، عمل شكل وهيئة لنادي الزمالك. كان نادي الزمالك بيضغط بواحد واثنين على المهاجمين بتوع بيراميدز وبيعملوا بلوكات مفتوح. كان رائعا هذا اليوم بعكس المتوقع. إشادة من الجميع بهذه البطولة الرائعة من الأربعة الكبار للدوري العام بحق. يعني شرفنا بلدنا بهؤلاء اللاعبين، سواء مباراة الأهلي وسيراميكا اللي فاز فيها الأهلي في الوقت الأصلي 2-1، والأهلي قدم فيها يعني مباراة غير أو مغايرة للمباريات السابقة للنادي الأهلي. لكن هناك ما زالت عيوب الدفاع في النادي الأهلي، وأي فريق يستطيع أن يخترق من العمق كما اخترق عثمان بتاعنا، عثمان أغلو أغا اسمه عثمان ماشي. فريق سيراميكا قدم كورة محترمة، لكن الأهلي كان له اليد الطولة واليد العليا في هذه المباراة حتى أنه فاز من يستحق. هناك ضربة جزاء عليها كلام وأقاويل، وياما ضربات جزاء صحيحة ولم تحتسب، لكن للأمانة فيها شك كبير أنها ضربة جزاء صحيحة. وأحمد ابني قال لي دي ضربة جزاء صحيحة يا بابا، وإحنا كسبنا ضربة جزاء من الهوا. فبنقول مبروك للنادي الأهلي، الفارس الأول والقطب الأول للكرة المصرية. وبنقول برافو نادي الزمالك اللي كان قد التحدي، وإن أثبت إن الكبير كبير، وإن الكرة المصرية هي قطبين فقط، وأن ما يأتي دونهما فهو حالة استثنائية. زي ما الإسماعيلي كسب أفريقيا أو فريق يكسب أفريقيا، وزي المقاولين لما قعد فترة حوالي 5-6 سنين أو 7 سنين تقريبا أيام حمدي نوح والشيشيني، اللعيبة الكبار بتوع نادي المقاولين. يعني إنما الكرة الحقيقية هي الأهلي والزمالك. واحنا هنشوف مباراة نهائية بعد بكرة إن شاء الله، وهنتابع بشغف ما وصلت إليه الكرة المصرية عبر قطبيها الأهلي والزمالك اللذين أبدعا اليوم في مباراتيهما. وهارد لك سيراميكا كليوباترا يعني وبيراميدز، يعني بكل هذه اللعيبة اللي هم يساوي مليارات من الجنيهات وملايين من الدولارات، لكن الزمالك يبدع والأهلي يبدع ليتقابلا سويا لنرى من هو البطل الحقيقي لبطولة السوبر المصري الذي أثبت أنه مستوى رفيع من الكرة المصرية والعربية، وأنه يفوق يعني كافة الدوريات العربية والخليجية. رغم كل هذه المصروفات ورغم هذه المليارات التي تدفع من أجل يعني لاعبون انتهوا إكلينيكيا
يعني اكسباير، لكن بيلعبوا بأسمائهم القديمة وبمستوياتهم القديمة. لكن الأهلي والزمالك هما روح الكرة المصرية. ألف مبروك، ألف مبروك للأهلي والزمالك هذه البطولة الرائعة، ونتمنى من كلا الفريقين بإدارتيهما والفنية والإدارية واللاعبين أن يقدم لنا كرة مصرية رائعة بامتياز، وأن يقول للعالم كله أن الكرة العربية هي الكرة المصرية. دمتم في أمان الله ورعايته. كان معكم خالد فضل.